عاملين ايه يا جماعة الخير؟ رب تكونوا بخير وصحة وسلام. ولأن دي أول مرة أعمل فيها ملخصات، فلو لاحظتوا أي غلطات يا ريت تقولولي في أي كومنت. وقبل ما نبدأ يا ريت تصلوا على النبي، ويلا بينا نبدأ. وتبدأ أحداث الأنمي بتاعتنا بستواها في الشارع وعمالة بتنزف وبالله في إيديها قلادة على شكل التلج. وبعد كده بتنتقل الأحداث بينا الاتنين عواجيز رايحين الميتة عشان يختاروا طفل ليهم. وبعد ما خلصوا الزيارة بيتفقوا إن هما هيجوا تاني يوم عشان يختاروا الطفل. وهما ماشيين القبعة بتاعت الست بتطير وسبحان الله مين يمسكها؟ البطل بتاعنا. وبعد كده بيتفقوا ان هي هتيجي تاني يوم وتاخد منه القبعة، وسبحان الله بيجي تاني يوم والبطل بتاعنا بيتصرف في بيته. وبعد كده بيوروا له الاوضه بتاعته بيفرغوا مع الصناديق اللي جاي بيها. وهما بيفرغوا الصناديق الراجل العجوز لمح صندوق كبير، لما جه يفتحه البطل بتاعنا اتوتر وقال لهم لو كده اطلعوا انتوا بره وانا افرغ الصناديق بنفسي. وبعد ما بيقفل الاوضه نظراته بتتبدل وبيروح على الصندوق الكبير ويفتحه ونتفاجئ ان هو فيه اخوه. ايوه طلع توائم في الاخر. وبنعرف بعدين ان اسم الاخ الاولاني مغي والتاني اسمه دري. والعجوزين بيناديله بهتل. وبعد نجاح اول يوم من غير ما يكشفوا بيبداوا يخططوا ازاي يكسبوا ثقة العجوزين، وبيشوفوا الحاجات اللي هما بيحبوها ويعملوها عشان ما يشكوش فيها. واهم حاجة يبينوا ان هما عايشين كشخص واحد. وبترجع بينا الأحداث لما هم كانوا في الملجأ وبيسمعوا من الأطفال إن في 2 عواجيز جايين من قرية أوريغون. وفي فقرة المعلومات السريعة، يعتبر قرية أوريغون دي من أغنى القرى واللي برضو فيها الست اللي ماتت في أول الحلقة. وبنكتشف إن الست دي تطلع أم ميغيل ودري. وبكده يكون انتهت فقرة المعلومات السريعة. نرجع للأحداث تاني. وبعد ما عرفت ان دي نفس القرية اللي ماتت فيها امهم بيقرروا ان يخلوا العجوزين يتبنوهم ويعيشوا معاهم عشان يعرفوا يدوروا مين اللي قتل مامتهم. وبعد ما خلوا بيت العجوزين قاعدة ليهم بدأوا ان هم يدوروا في كل ركن عشان يلاقوا اي دليل يقودهم مين اللي قتل امهم. ووسط ما هم كانوا بيدوروا لقوا المخزن بتاع الملابس، وفي اخره لقوا زي خزانة للشعر المستعار. وهما ما كانوش يعرفوا يعني ايه شعر مستعار، فبأمانة خافوا منه وفكروه شعر بني ادمين. وجه الكلب وقطع لحظة الخوف اللي كان ما بينهم وكان بينبههم ان العجوزين جم وراحوا يراقبوهم تاني. ودلي ومغي وهما بيتبعوهم لقوهم راحوا المخزن بتاع البيت، فقرروا يستنطوا عليهم ويشوفوا هما بيعملوا ايه. وهما بيستنطوا عليهم عرفوا ان هيحصل لهم حفلة ترحيب بكرة الساعة 3. وهي بتيجي الكاميرا على العجوز وهو بيقول بإذن الله هيتفاجئوا لما أوريهم الجهاز ده. وبيضحكوا ضحكة شيطانية هو والست العجوزة. ولما مغي ودري بيحاولوا يشوفوا ايه اللي جوه بيصدموا، بيقولوا بقى أكيد الآلة ديت هما اللي هيعملوا بيها سلخ لشعرنا. ومغي ودري بيقولوا مش هيسيبوا يسلخوا شعرنا، لازم نقاوم. وبيجي تاني يوم والأب بيقول لهيتوري يلا جهز نفسك عشان حفلة الترحيب. وحفلة الترحيب بتبدأ ويبدأوا يتعرفوا على هيتوري ويقولوا له انت عندك كام سنة والكلام ده كله. وبيبدأ مغي يوريها التخطيط اللي هو عمله عشان يبوظ حفلة الترحيب بتاعت اخوه عشان ما يشلخوش شعر. وبعد كده الاب بيجيب الآلة اللي هو كان بيقول عليها من المخزن ومغي بيشوفه، فبالتالي بيلغي الخط عشان الآلة دي بتطلع في الاخر عجلة. وبيبدأ دري ان هو يتوجع ويصرخ جامد من سبب اللسعة اللي حصلت له من سبب اخوه مغي عشان كانوا ناويين يحرقوا الراجل العجوز والست العجوزة عشان هم خدعوهم قبل كده. وبدأ دري ان هو يعتذر لاخوه مغي على اللي عمله فيه الصبح. وبعد كده بتنتهي بينا الاحداث لدري ومغي وهم رايحين قبر امهم عشان يتوعدوا ان هم لازم يلاقوا القاتل ده وينتقموا منه. وفي تاني يوم في الفطار كان بيتكلم الاسره الكريمه مع هيتوري وبيقولوا له انت لازم تروح للتخييم عشان تتعرف على اصحاب جداد والكلام ده كله. فبيفكر مغي ودري ان هم لازم يلاقوا اي طريقه عشان يخشوا بيت كل واحد فيهم ويستغلوا النقطه ديت، وبدأوا ان هم لازم يتعرفوا على اصحاب جداد عشان يروحوا كل بيت ويدوروا على الحائط اللي فيه رسم ببرغوث الماء. ودي نفس الرسمه اللي كانوا بيشوفوها وهم صغيرين مع مامتهم امان. وفعلا بيروح مغي ودري الكشافة وبيحاولوا يكسبوا أصدقاء على قدر الإمكان لأن في أطفال كتيرة في كشافة، بس ما شاء الله كل المحاولات بتبقى بالفشل وأحييهم بأمانة والله. وبعد كده بيشوفهم أطفال متنمرين سخفاء مالهمش أي 30 لازمة في الحياة وبيتنمروا عليهم عشان هم كانوا من ميتم والكلام ده كله، عمالين يتريقوا عليهم عشان بيحاولوا يكسبوا أصدقاء وكل مرة بيفشل. بس بأمانة نفسي أفتح دماغكم انتوا الاتنين عشان انتوا عن متنمرة مالكمش أي 30 لازمة في الدنيا. ولما راح واحد من التوامين عشان يكسب صداقة المتنمرين قالوا له احنا ممكن نكون صحاب لكن بشرط انك تمشي على الحبل ده من غير ما تمسك بايدك، ولو عملت كده هنكون صحاب. وتبدأ محاولات الاخين مغي ودري في ان هم يعدوا الحبل من غير ما يلمسوا بايدهم، وفشل ورا فشل ورا فشل لحد ما واحد من الحشود بيبدأ يشجعهم وبيبدأوا يتحفزوا لحد ما بيجيبوها في الاخر. وبعد كده بينزل عشان يشوفوا المتنمرين هيبقوا صحابه ولا لا، والمتنمرين بيتريقوا عليه وبيقولوا له انت استخدمت ايدك. وبعد كده الولد اللي هو بيشجع
وشجعه وهو بيعدي الحبل بقوا كونوا أصدقاء ودعا للمنزل بتاعه. وطبعا مين اللي مدعو معاه بس في الخفاء؟ أخوه التوأم عشان يعرفوا يدوروا كويس. ومغي بيبدأ فعلا يدور في أركان المنزل وأخوه عمال بيتهنى في فترة الكرز وهو صاحبه، ويا عيني التاني غلبان جعان خالص، صعبان عليا يا ابني. وبعد كده مغي بينادي لاخوه ديليه عشان يقول له الحاجات اللي هو لقاها في قلب المنزل والكلام ده كله. وبيعرفوا ان الخلفيه بتاعت برغوت الماء لقوها في الاوضه اللي جنبه. وبيبدا ديليه ان هو يحذر اخوه مغي ان الاوضه دي فيها اخت الولد، فلازم ما يحاولش يعمل اي حاجه بصوت عالي عشان ما يصحاش، وهو يحرص ان هو ما يخليش اخوه يطلع بره الاوضه عشان الدنيا ما تتكشفش. وبعد بحث في اوضه الفتاه بيطلع مغي ويقول لاخوه ان مفيش رسومات ولا اي حاجه، ومش ده البيت اللي احنا المفروض ندور فيه. بيقول له تمام، وما تنساش هدفنا ان هو نلاقي القاتل اللي قتل امان عشان نقتله. ونيجي لتاني يوم ومغي وديليه وراس السنجاب ده كان بيدعوهم للمنزل عشان يقعدوا معاه والكلام ده كله، وشكله كان سعيد بيهم قوي. وبامانه بيني وبينكم العيال دي كارهه قوي، وانا كارهه اكتر بامانه عشان ده مش خلقه انمي نهائيا. وبيقول له عنك انت المره دي بقى انا اللي هروح، وبيقول له خلي بالك لازم تكون حذر وتقمع المشاعر عندك. قمع المشاعر اللي هو يخلي مشاعره بارده شويه، وده ليه؟ عشان دي ارخم واغلس اتنح واحد ممكن تشوف انمي حرفيا. الواد ده خلاني انا كرهته بامانه. شابوه المغي هو استحمل كتير قوي، بل الواد ما وقفش عند التناحه والغلاسه والكلام ده كله، ده بدا ان هو يقول له انت كنت من ميته وما كانش فيه دومه ولا اي حاجه تلعبوا بيها والعاب فخمه زي اللي عندي، صح؟ فبيقول له احنا ما كانش عندنا العاب فخمه زي اللي هنا، بس كنا بندبر امرنا وكنا بنلعب حجر ورا مقص ولو كده علم. فالخنزير ده عينه بتلمع ويبدا يقول له ماشي لو كده تعالى نلعب، بس لاجل انها لسه مبتدئ فانت هتلعب بالقواعد اللي انا هحطها. وبعد ما حط قواعد وبقى مغي كل شويه عمال يخسر، ديليه بعد بحث مطول في قلب المكان ده كله ملقاش برضه الخلفيه بتاعت برغوت الماء، وراح لاخوه عشان يشوف هو بيستمتع ولا لا. وفكروا بيستمتع، ولكن لما شاف لقى ان اخوه بيتعذب حرفيا، فدخل فشخ الولا. وامانه الجزئيه دي انا فرحان فيها قوي، لان الجزئيه دي كانت من امتع اللحظات بالنسبه لي، والواد بيتضرب. فالوجه اللي انا هسيبها لكم كلها لاجل ان ده في استمتاع ليكم قبل ليا انا. ويبقى امانه صدمه بالنسبه لي قبل ديليه كمان ان مغي هو اللي وقفه، لان مغي هو اللي اتضرب واتطحن من سبب الواد ده. في الاخر بيوقف اخوه وبيفكروا ان احنا لازم نكون هادئين. بمعنى والله احيي قلب مغي الكبير ده. بس بمعنى انا لو مكان ديليه وسع على انا هكمل عادي عشان الواد ده يستاهل ونص. وهما ماشيين بيودعوا الواد العيل ايه ده بامانه عشان اعلى من كده ما شفتش. بيروحوا بيتفاجئوا ان في خادمه جديده جت البيت، وبيقولوا ربنا يستر شكل المسرحه كانت ناقصه قتله ودي حد عجوز انضم جديد ليه. ويبدا واحد متوهمين ان هو يخش عشان يعرف الست دي مين، ولما يخش بتقول له شكلك انت هيتوري اللي حكولي عنه، وبيتعرف على نفسها وتقول ان هي ميتا شان. والست العجوزه بتبدا في مهمه كل ست عجوزه واللي هي تفليت الواد حرفيا، اللي هو بيتفل فيه كل جزئيه. انت شعرك جميل، لا ده اللبس حلو، ده انت انيق، ده انت لحد ما الواد كان هيتلبس. وانا بامانه خفت في اللحظه دي. ويبقى لما الام بتلاقي ان ابنها خاف للدرجه دي بتبدا تقول لها خلاص يا ميتشا الولد خاف. وبعد كده بتكمل كلامها وتقول 20 سنه كانت ميتشا بتساعدنا في امور المنزل. وبعد كده مغي بيسالها هو البيت بتاعنا هو الوحيد ان انت بتدخليه عشان التنظيف؟ بتقول له لا انا زفت المنازل كتير في قريه ريغون. وبعد كده مغي عينيه بتلمع وبيقول لها ممكن تقوليها على المنازل انت رحتها كلها؟ فبتقول له لا، يعني انت عماله ترغم الصبح جيت على السؤال ده ومش عاوزه تجاوب عليه. وبعد كده مغي طلع لاخوه ديليه عشان يحكي له كل اللي حصل تحت، وبدا ان هو يمثل له كل اللي حصل تحت. وبعد كده ديليه بيقول له احنا ممكن نستفيد من مهاراتك في التمثيل. وفعلا بداوا يضحكوا على ميتا شان عشان يعرفوا كل البيوت اللي فيها نفس نمط رسم برغوت الماء. وتبدا تقول ان في غرفه بنفس النمط ونفس الشكل ده في منزل اتشيجو، ودي نفس الاسره اللي كانت في حفله الترحيب بتاعت هيتوري في اول الحلقه. وبيجي تاني يوم وهما بيجهزوا عشان يروحوا المدرسه بتاعتهم، يبداوا ان هما يعلنوا عن الفصول، وبيطلع هيتوري في فصل اولى خامس. وبعد كده بيبدا هيتوري ان هو يدور على الايج ده، وبيطلع في الاخر في فصل الناس المتقدمين، يعني الناس اللي هي موهوبه شويه في المدرسه، يعني من الاخر يهودي الدفعه. وبعد كده بيتكلموا وبيقولوا ان احنا لازم نعلم من درجاتنا والعلامات اللي عندنا عشان نقرب من ايج ونكون في فصل افضل. وفعلا بيبداوا يذاكروا ويقسموا المواد ما بينهم، بس ما شاء الله مغي فاشل مع مرتبه الشرف. ونتفاجئ في تاني يوم ان في طالبه جديده انضمت للمدرسه، والبرنس مغي اول ما بيشوفها عينيه بتلمع وبيعجب بيها. وبتبدا الاحلام الورديه، الشعر الاسود الحرير، البنوته دي حلوه قوي والكلام ده كله. وبعد كده مغي بيقول انا ممكن اعمل اي حاجه عشان البيت دي. وبعد كده ديليه يقوم ضحك ضحكه خبيثه وبيقولوا لو كده ما تخلي البنوته دي تلاحظك يا اسطى. ونيجي لتاني يوم والمعلم مغي بيحاول يتعرف على البت وهو مكسوف وبيقول لها انا هيتوري.
ولما يجي يسألها على اسمها البت بتتكسف وبتدار وشها وبتقول له انا اسمي سالي. ولما مغيب يعرف اسمها بيقول لها انا ست بالكويك اوي يا سالي. فالبت بترد عليه وبتقول له انا مش مهتمه بالاغبياء، وبتقول له عيدها تاني بس لما تبقى ذكي. وبعد كده بيجري مغي عشان يبدا ان هو يذاكر والكلام ده كله. وبعد كده البت بتقعد تضحك، واللي بنكتشف في الاخر ان ده ديلي اخو مغي. الله كفو عليك يا ابن الذين، الله دماغ شغاله مش بتنام. وبالحركه دي خلى اخوه يقفل ويجيب 100% في الامتحان. وبعد ما قفل وجاب درجات عاليه من شاف الكلام ده اجد، وبدا ان هو يشك فيه ويدور وراه. وبعد ما اجد لقى حاجات غريبه قرر ان هو يعزم هيتوري عشان يتناولوا معاهم العشاء. واول لما روح مغي وديلي قرروا ان هم يوزعوا مهام، واحد يلهي العيله في العشاء والتاني يدور على الخلفيات في المنزل. والدنيا كانت ماشيه حلو لحد ما اجدا بيسرق هيتوري، وبيقول ان هو سرق زرار من بيجامه النوم. ملاحظه الزرار اللي بيقول عليه اجدا هو نفس الزرار اللي مع دالي اللي هو لقاه مع عمه وهي ميت. وطبعا العائله الكريمه بتستغرب، وبعد كده اجدا بيقول له اثبت يلا واللي على الكنزه بتاعتك. ولحسن الحظ كان دالي موجود، فبالتالي ساعده في الجزئيه دي. بس البلاوه الاكبر ان المعلم اجدا كان عنده كلب مدرب، وبدا ان هو يشممه الكنزه وبيقول له دور على حاجه بنفس الريحه بتاعتها. فسبحان الله مين اللي مستخبي تحت الطاوله؟ المعلم دالي. وسبحان الله الكلب بيظهر زي الخازوق جنبه مره واحده. وطبعا دالي بيتوتر عشان كله بينزل تحت الطاوله. وطبعا اللي بينقذه من الموقف ده مغي لما بيعترف عن نفسه بيقول انا اللي اخدت الزر. وبعد كده بياخد الزر من اخوه ديلي. وبعد اعتراف مغي على نفسه ان هو اللي خد الزر بيبدا الاب والام ان هم يتوسلوا للاسره ان هم ما يبلغوش حد. وام ايشيدا بتقول لهم بدل ما ابلغ الميتم واحتمال ما تشوفوش تاني لو كده هنخليه في المنزل ده ونعلمه التربيه من اول وجديد. وفعلا ام ايشيدا بتبدا تتعامل معاه كأنه طفل عنده 5 سنين، وديلي بيحاول ان هو يخش له باي طريقه لكن الكلب منعه. ومغي طول فترته في قلب الاوضه دي لاحظ رسومات برغوث الماء والرسومات اللي هو كان راسمها هو واخوه ديلي وهم صغيرين مع مامتهم امان. وبعد ما مغي قال لديلي ان الرسومات برغوث الماء بتاعتنا انا وانت موجوده في الغرفه ديت، فمعناها ان ده البيت اللي المفروض ندور فيه. وفعلا ديلي بدا ان هو يدور، ووسط ما هو بيدور والبيت فاضي لقى في حد بيقول له انا مين. وطلعت بالاخر الخدامه مشينا. بعد ما عرفت من ابوه وامه ان هو محبوس هنا جات تطمن عليه وتنظف البيت. فبيقول دالي انا لازم استغلها واعرف كل حاجه. وبيبدا ان هو يسالها ان البيت ده فيه اسرار ولا لا. فبترد عليه بتقول له لو انت لقيت اسرار قول لي انا. واول ما دخلت الاوضه عشان تنظف دخل وراها ديلي عشان يدور على اي ادله ولا الكلام ده كله، ولقى صوره لمامته. ولما سالها الملابس دي زي بتاعت ايه قالت له دي ملابس ربة المنزل، بس غريبه عشان الاسره دي محتاجه ربة منزل في سن ال50 سنه. وبعد ما خلصوا بحث في الدور الاولاني هو وميتشا بدل ان هم يخشوا على الدور التاني وبدأ ان هم يبحثوا لحد ما ميتشا لقت لوحه مش عليها اخبار، فاستغربت لانها ربة منزل وعارفه كل حاجه عن الموضوع ده. فبرضه جه ديلي ولقى الحل وقلب الصوره وطلع السلم للعليه. واول ما طلع ديلي عشان يشوف ايه اللي في العليه لقى ميتشا واقفه ومستغربه، فادي النور عشان يشوف فيه ايه. فاتفاجئوا هما الاتنين بنموذج مصغر للقريه كلها واوراق بحث عن كل واحد في قلب القريه وحاجات زي كده. يعني حرفيا العيله دي جواسيس بيتجسسوا على كل اللي في القريه. وبعد ما عرفوا كل حاجه حسوا ان في واحد طالع عليا واتخضوا جامد. بعدوا يدوروا على اي حاجه يستخبوا فيها، فميتشا لقت صندوق ورق يستخبى فيه هيوتري. فبتقول له تعالى هيوتري واستخبى فيه على طول. وخبته من هنا وبتقول له ما تقلقش عليا انا. بامانه تحيه عظيمه للست دي اوي والله، تعبت معانا جدا. وبعد ما ديلي طلع من الصندوق لقى على الارض دمية اللي هي كانت على شكل ميتشا وراسها مقطوع، يعني البقاء لله في الست دي. وتحية عظيمة أوي ليها شرفتنا في الانمي ده. وطبعا ديلي نزل يعرف اخوه مغي المستجدات واللي لقوه فوق في العلية، وبيقول له انا كده المفروض احررك عشان نروح ننده للبوليس ونعرفهم كل حاجة. فقال له انا لو عاوز اطلع اصلا من هنا هطلع. فطبعا ديلي بيستغرب ويقول له طب ازاي؟ بيقول له مش هقدر اقول لك. وبنعرف ان ممكن مغي يطلع بس بطريقة واحدة واللي هي يكون ممثل شاطر ويمثل ان هو طفل عنده 5 سنين بجد. وبعد ما مغي قضى المدة الجميلة مع العيلة ديت وبقى بالنسبة لهم فتى صالح، اللي هما بتقول له انت كده ممكن ترجع لبيتك تاني يوم في الصباح الباكر. ومغي وديلي بعد ما جمعوا أدلة بما فيها الكفاية وعرفوا ان اخر يوم ليهم هو النهاردة، قرروا ان هما يعملوا كارت ارهاب للعيلة ديت قبل ما يمشوا. وفعلا بدأوا ان هما يظهروا للعيلة دي على هيئة شبح امهم. واول واحد جربوا عليه حوار الشبح
كان الاب، واول لما شاف الشبح خده بالحضن. وبعد كده راحوا للام، وكانت الام عاوزه تقتله. وبعد اما راحوا قدام الولد خاف وعملها على روحه، فعرفوا ان الولد الصغير يعتبر هو القاتل. ويجي تاني يوم الاسره محتفله بعوده هتري ومعمدين له وليمه جامده قوي. وبعد ما المعلم مغي شاف الوليمه ديت افتكر اخوه على طول ان هو جعان، فساب له الفرصه ديت واستخبى هو طول اليوم في الدولاب. ولهنا يكون انتهى الجزء الاول من مغي تو دراي من الموسم الاول. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو في اي انميات حابين ان انا الخصها اكتبوها لي في اول تعليق، وانا باذن الله الخصها على طول. واول لما الجزء التاني يجهز هنزله على طول.